أغلب الناس يحسون أنهم كسلانين، لكن هذا مو صحيح. أنت ما انولدت كسلان، أنت تعلمت تهرب من الألم. والشيء المجنون، هذا الألم اللي تهرب منه هو نفس اللي راح يحررك. اليوم راح أقول لك كيف تخلي دماغك يشتغل معاك مو ضدك. تعرف ليش كل النصايح التحفيزية ما تشتغل معاك؟ لأن كلها تقول لك كن إيجابي وفكر في أحلامك، بس ما حد يقول لك الحقيقة القاسية. دماغك مبرمج إنه يتجنب الألم. كل مرة تحاول تسوي شيء صعب يرسل لك إشارات إنذار، لا تسوي هذا، بيوجهك. وقت شوي. إذا كنت تسمع هذا الكلام وانت مستلقي على السرير أو قاعد تتفرج من غير ما تسوي شيء، انت تثبت نقطتي بالضبط. دماغك يقول لك خلاص استمع وبكرة بدل، لكن بكرة ما راح تجي أبدا. هذا أول سر، خلي الألم صديقك مو عدوك. كل مرة دماغك يقول لك ما أبي أسوي هذا الشيء، قل له تمام، هذا يعني إني لازم أسوي. الألم ما هو عقاب، الألم هو الثمن، ثمن القوة، ثمن النمو، ثمن إنك تصير النسخة اللي تستحقها من نفسك. والحين السر الثاني، كل مرة تتردد دماغك يكسب. عندك 3 ثواني بس قبل ما يقنعك إنك ما تسوي الشيء. صحيت من النوم وما تبي تقوم؟ 3 2 1. حرك جسمك. شفت التمرين وتشك في نفسك؟ 3 2 1. ابدأ، ما أفكار بس حركة. والحين اسأل نفسك سؤال صعب، كم مرة قلت بكرة أبدأ هذا الأسبوع؟ كم مرة قنعت نفسك أنك محتاج الوقت المناسب؟ هذا دماغك يخدعك، والوقت المناسب ما راح يجي أبدا. ما تحتاج روتين من 50 خطوة، تحتاج شيء واحد، طقوس الانزعاج اليومية. دش بارد، 100 بوش اب، نصف ساعة شغل مركز، تتكلم لما تكون خايف، اصحى قبل الشمس. أشياء صغيرة بس كل واحدة منها لكمة لضعفك. لحظة، إذا أنت الحين تفكر هذا صعب، أنا ما أقدر، توقف. هذا بالضبط الصوت اللي خلاك عالق وين أنت الحين. هذا الصوت كذاب. أغلب الناس ينتظرون لين يحسون إنهم منضبطين، بس المحاربين ما ينتظرون يحسون بأي شيء، يقررون مين هم وبعدين يتصرفون على هذا الأساس. قل لدماغك أنا مو كسلان، أنا بس تدربت أهرب من الألم، بس هذا ينتهي اليوم. أعطيت دماغك فترة كافية، النسخة هذه منك تموت اليوم. من الحين فصاعد أنت تسوي الأشياء الصعبة. ما عاد في خيارات، ما عاد في بكرة، ما عاد في أعذار. والحين عندك خيار، إما تسكر الفيديو وتكمل حياتك زي ما هي، أو تقوم تسوي شيء واحد صعب دلوقتي. شيء واحد، اثبت لنفسك إنك تقدر. إذا استفدت من الفيديو اشترك في القناة.